آية، الو. يا مرحب يا مرحب. ازيك يا استاذ محمد؟ يا أهلا وسهلا. ممكن توطي التلفزيون؟ حاضر ماشي. استاذ محمد، انا عندي مشكله كبيره قوي كنت عايزه احكيها لحضرتك. اتفضلي يا فندم. انا عندي جوزي، انا متجوزاه بقالي 12 سنه و... ودلوقتي مخلفه منه 3 اولاد، وكنت خدت ميراثي من والدي، وهو مبلغ بسيط كده يا استاذ محمد، بس هو دلوقتي يعني منه مش شغال، عمال بقى يعني عامل مشاكل معايا ويقول لي انا ياما صرفت عليكي فلوس، انا جوزك ياما عنده كام جبت سنة؟ لك، عايز اخد مني الفلوس بتاعت جوزك عنده كام سنة؟ ابويا. هو قاعد بالايجار وتعبني اخر تعب. عنده 32 سنه. 32 سنة ومتجوزين من 12 سنة؟ عنده 32. ايوه ايوه يا استاذ محمد، يعني كان متجوزني وهو عنده 23 سنه ولا 22 وشغال سنه، ايه؟ وانا كنت عندي 18 17 سنه. وشغال ايه؟ هو مش شغال، هو لا يعتبر كان يعني شغال ايه؟ يوم شغال وعشرة قاعد. كان شغال ايه؟ كان شغال نجار مسلح، بس هو حاليا دلوقتي ما قاعد مش. بمزاجه ولا قاعد علشان مش لاقي شغل؟ هو قاعد، هو بص، احنا في ارياف يا استاذ محمد، والشغل بسيط عندنا، الشغل مش زي المدن اسمعيني طيب، وبسيط اسمعيني يا يعني. مدام، اسمعيني يا مدام. هو قاعد بمزاجه ولا بينزل بيجري على اكل عيشه ومش لاقي شغل؟ لا لا، هو بيقعد بمزاجه يا استاذ محمد. يعني هو مش تعبان وما لا عندوش اي مش علة؟ تعبان، بس مم. بس هو متدلع زياده عن اللزوم ومش شايل مسؤوليه. مين اللي بيصرف على البيت؟ انا كنت شغاله وحصل لي ظروف كده وتعبت وقعدت، ما بقتش اقدر اشتغل. مين اللي بيصرف على البيت؟ ودلوقتي انا لما خدت الفلوس بتاعت ورث ابويا، بيقول لي بقى هاتيها دلوقتي، اجيب توك توك. يعني هو المهم ان هو عايز ياخد الفلوس وخلاص يا استاذ محمد، وانا معايا 3 اولاد ومش عارفه اعمل ايه. مين بيصرف على البيت يا ست الكل؟ ما انا بقول لك هو بيطلب مني الفلوس دلوقتي اللي معايا، ما هو قاعد دلوقتي، انا كنت الايام اللي شغاله فاتت يا ست الكل، الايام اللي فاتت مين اللي بيصرف على الايام اللي البيت؟ فاتت يعني الايام الست اللي شهور اللي فاتوا مين اللي كان بيصرف على انا البيت؟ كنت شغاله. يا ست الكل، مين اللي بيصرف على البيت الست شهور اللي فاتوا؟ محل. مين اللي انا كان بيجيب كنت خزين البيت؟ بشتغل ولسه قاعده من شهر يا استاذ، انا اللي كنت بشتغل. يعني هو ما بيصرفش؟ لا. طب سؤالك ايه؟ سؤالي دلوقتي، انا لو يعني يعني اتطلق بسبب الفلوس ديت، ولا اديها له، ولا اعمل ايه يا استاذ؟ مش عارفه، بصي، محتاره يا استاذ يعني محمد. فكرة الطلاق دي ما هيش سهلة ان احنا نخرب بيتنا من اول خبطة كده. عندنا 3 عيال. اسمعي بس. المشكله ان انا دلوقتي انا يتيمه اب وامي، ما عنديش حد خالص غير مرات ابويا، واخده منها المبلغ ده من اسمعي يا 20 مدام، يوم بالظبط. اسمعي يا مدام، اسمعي. دايما تسألي نفسك سؤال: وماذا بعد الطلاق؟ هتعملي ايه بعد الطلاق؟ لما تلاقي هو اسمعيني بس، ما تقطعنيش في الكلام، اسمعي. لما تلاقي لنفسك إجابة منطقية ردا على السؤال ده، ماشي، ولكن ما نروحش نتطلق ونرجع نعيط بعد كده. احنا عندنا 3 عيال في كتافنا وفي رقبتنا، هنروح فين وهنعمل ايه؟ في حلول كتير قبل ما نفكر في الطلاق. فين اهله يا فندم؟ اتكلمي مع اهله. ولكن لو عودنا الراجل ان احنا اللي بنصرف واحنا اللي بندفع واحنا شايلين البيت، ما نرجعش نعيط بعد كده. لا يا فندم، انا عارف ان في ست اصيله بتقف مع جوزها وعندها استعداد تبيع الدنيا كلها وتكافح علشان تقف جنبه، ولكن لما الراجل يستاهل ده، لما الراجل يكون بيعمل اللي عليه ومراته شايفاه بيعافر في الدنيا، فتقف معاه. طبعا اقفي معاه، دي الست الاصيله. ولكن في راجل تاني اعتمادي قاعد مبلط في البيت ما بيعملش حاجه وعايز مراته تصرف عليه. من فضلك، اي ست بتسمعني جوزها من النوعيه دي، من فضلك يا فندم، لا، مش لا علشان تخربي بيتك، لا علشان ما تخربيش بيتك، لان انت لو عملتي كده بيتك هيتخرب لانك بتربي وحش في البيت، هيتعود على انه يعتمد على فلوسك وشقاكي وتعبك، وده مش صح. وارجع اقول تاني علشان الناس ما تفهمش غلط: الست الاصيله بتقف مع جوزها، بس
انهي راجل؟ الراجل اللي بيكافح وبيعافر وبيحاول يجيب قرش البيت من بق الاسد. ما يكونش بيتي فاضي والتلاجة فاضية وانا رايح اجيب علبة سجاير ب 100 جنيه. لا يا فندم، بيتك اولى. هنهرج؟ فالكلام ده غير مقبول. ففكرة الطلاق دي من فضلك استبعديها دلوقتي، مش ده اول حل. ولكن فين اهله؟ فين اهلك؟ اتكلمي معاه، ارفضي الفكرة ان انت تدفعي فلوس علشان تقفي معاه. يكافح وينزل يشوف شغل وعينيك اديها له، بس لما يستاهل ده، لما يكون قد المسؤولية دي.